دكتور إيمان فتحت مواضيع مهمة، بس نسمع عمرو الأغنية مين؟ عمرو دياب. إيه هي؟ صدقني خلاص. صدقني خلاص. أوكي. صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترتك ليا. طول ما انا وياك قدامي ملاك خلتني مغمضش عينيا. الله يا سلام في عينيك أحلى كلام. قرب مني شوية شوية قد ما تقدر قرب تاني. الدنيا انت ملتها عليا وكأنك مخلوق علشاني. قول لي حازم. دكتور إيمان قالت المصطلح ان هو لو ما لقيتيش راجل يقعدك انا هقعدك. انت لما بتكون راكب واحيانا ممكن تسمع الكلمه زي كده، رد فعلك بيبقى عامل ازاي؟ انا اصلا مش ببقى نفسي ان انا ما اداش الفرصه ديت انها تقولها يعني. انها تقولها. طب ما هما الرجاله التانيين يدوها الفرصه والشباب اللي كانوا موجودين يدوها الفرصه. انا عن نفسي هقوم كاني ما سمعتش حاجه. ده اكيد. اهو اكيد. متاكد؟ متاكد. ما انت ما قلتش في مره. دي كان من زمان وانا صغير. كان زمان وانا صغير بس يعني اتعودت واتعلمت من كده على طول. كويس. طيب قول لي يا ياسر، هتعمل ايه لو سمعت كلمه زي كده؟ هتاخدك الحماس زي اللي كان احنا تعبانين احنا رجاله وانتوا بتنزلوا ليه الشغل وروحوا اقعدوا مع؟ لا مفيش كل الكلام ده يعني. كان المفروض من الاول اساسا واحده كبيره طالعه وكده كل واحد بيبقى متربي اللي هو من صغره يعني. زمان احنا صغيرين كنت مثلا اطلع مواصلات مع بابا او ماما او كده، مثلا اقعد مثلا الاقي مكان قعدت بتاع الاقي حد جاي بابا يقوم باصص لي، مش مجرد بس كلمه او بتاع، هو مجرد نظره او افهم انا اقوم قايم على طول لوحدي، لكن مش هستنى حد يقول لي كلمه او انت مش راجل او مش كده. بس ايه رايكم في ده؟ غلط طبعا. غلط جدا يعني. من اهم صفات الجنتلمان هو الصدق في كلامه يعني. الصدق في كلامه. كويس. هتسمعنا ايه؟ هسمعكم حاجه لوديع الصافي. وديع الصافي. بس مقطع صغير. اوكي اتفضل. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. والليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. ضروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. ضروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. وشوق الحب يحرقني إلى عينيك يا ليلى. الليل يا ليلى. معانا هبة. طيب هتسمعنا ايه؟ في اغنيه وعدني. وعدك بايه؟ وعدني وهرب. طيب جميل. يلا. دي كلمات الشاعر احمد شرف ولحن ملحن محمد نوار. محمد نوار. انا اللي بغنيها. اتفضل. اغنيتك يعني؟ اغنيتي. تمام. وعدني يكون حبيب ليا وهينور لياليا وقال لي لو هغيب عالدنيا عمري ما غيب عليك. وعدني وحل ايامي وغاب رجعني في كلامي ما بنش عليه في مرة يغيب عليا وهون عليه. ده كان زي الملاك وقال هعيش لو في معاك
عيشني احلى ليالي ويا ريتني ما عشتها. خلاص هنسى اللي كان، هنساه يا قلبي ده البخان. خلاص فين المكان اللي مليته في قلبنا. يا ريت ما قابلته وعرفته وحبه ما كنت يوم عشته. يا ريتني عرفت يومها لما احبه هيجرى ايه. يا ريته يا قلبي كان باين عليه هيكون في يوم خاين. وكم من بدري قالها ما احناش لايقين عليه. يا حازم انت ايه هتنام ولا ايه يا حازم؟ لا نايم ولا حاجة. معايا انت من ساعه ما دخلت حازم وانا حاسس الهدوء وساكت والكلام ده كله. طبيعتي كده. طمني عليك. لا تمام. طيب ماما واختك انا في خد بالك، هل جم مره قالوا لك ان هم كانوا تعبانين وكان في الشباب ما عندهاش دم وبتاع وما وقفوش والكلام ده؟ حصلت كتير. طب انت ما دام بيحصل بقى، هل انت بيبقى حاطط في دماغك انك انت عايز تقوم عشان يعني ربنا يشيلها لك ويبقى مثلا حد يقوم لاختك انا او اقول لك، انا الموقف ده لما حصل معايا كان معايا بالك صحابي يتصور ان دي اختك او مامتك. يعني ما تكبرش دماغك، انت اساسا لسه ولد ولسه شاب صغير ولسه يعني عندك صحه، فانت المفروض دوت يعني ذوقيا واحتراما وكلام من ده. انا قلت لهم انا يعني كنت تعبان شويه وكلام من ده. فكل واحد يعني فاهم قال لي انت ما بتحججش بالتعب ده، انت عارف كلهم عارفين يعني انا ما بتحججش بالتعب. تمام. قالوا لي ما بتحججش بالتعب، المفروض انت تقوم انت من نفسك. ما نسيتها يعني، بقيت احاول حتى اقول لاصحابي لما تشوفوني بعمل حاجه غلط المفروض تنبهوني، وده المفروض هو ده دور هل الاصحاب الصاحب يعني. ممكن يأثر طبعا على صاحبه كتير. يعني دلوقتي لو نلاحظ ممكن الصاحب يقعد مع صاحبه اكتر من يقعد في البيت. لا اصل الملفت للنظر ان بيبقوا صحاب قاعدين جنب بعض، فلو واحد قام عشان يقعد حد تلاقي التاني خدته الحماس وراح قايم والتالت خدوا الحماس وراح قايم. يعني شيء ملفت للنظر. يعني اذا هنا الصحاب بيأثروا على بعض. المفروض يعني هو الصاحب الصح كده. يا رب يأثروا على بعض بالخير يعني. يا رب. معانا مين يا خالد؟ مش لسه قايل لي معايا تليفون؟ طب اوكي عندنا ده. طيب احنا الوقت خلاص انتهى، فاحنا محتاجين ان احنا نوصل رسالة للشباب. ايه الرسالة تحب توصلها لهم؟ يعني بالذات ان احنا نبقى جنتلمان، بالذات ان احنا نبقى محترمين مع نفسنا، محترمين مع الاخرين. انا عايز اقول لهم يعني مفهوم الجنتلمان مش مجرد لبس ومظهر، ويعني انت هتحاول تعجب البنت دي. المفروض يعني انت الجنتلمان ده يبقى قد كلمته يعني، واحترامه واسلوبه المهذب. هو ده المفروض مفهوم الجنتلمان بالنسبه لي انا اللي اعرفه. تمام. في بقى كل واحد بقى لا يعني ده ضمن الحاجات بقى اللي هو يعني الرجوله بمعنى صح. ده برضك مفهوم برضك في الجنتلمان. اوكي يا عم. هو كامل يعني، هو حاجة كاملة كلها في الشكل وفي المظهر وفي الأخلاق وفي طريقة التعامل مع كل الناس. فلازم كل الحاجات تبقى موجودة. وأهم حاجة يعني يكون في دين. هو طالما في دين وباصص للحتة بتاعت ربنا، وهو فعلا ربنا هيشيله ده وربنا هيكافئه عن ده خير، فأكيد ربنا هيكرمه، وأكيد هو هيبقى كويس وهيبقى فيه يعني خير بين الشباب كلهم يعني. ياسر عايز اللي هو يحس ويحط نفسه مكان الشخص التاني ده، هيبقى يعني لو هو انت تعبان دلوقتي وهو قاعد، يا ترى برضه هينفض لك ولا هيقوم لك ويقعدك ويحس بيك بس، ونستحمل بعض شويه مش مشكله. بس يا رب اللي احنا بنقوله يتنفذ. يا رب. ما احيانا بنقول نستحمل بعض وما نستحملش بعض. لا بيتنفذ الحمد لله. عموم ياسر شرفتني، عمرو حازم شرفتوني نورتوني، بتمنى لكم التوفيق وشكرا ليكم. مشاهدينا وشبابنا في كل مكان، عايزين نقول يا شباب حطوا مجموعة عناصر قصادكم. نمرة 1 ربنا والدين، وأيا كان بقى دين إسلامي دين مسيحي، لازم نحط في دماغنا إن الدين بيعلمنا أسس سليمة، منها على سبيل المثال إن إحنا نحترم الآخر، إن إحنا نقدر الآخر. لو احترمنا وقدرنا وفهمنا واستوعبنا، الأمور هتختلف معانا كتير جدا. بلاش جو المنظرة اللي احنا بقينا عايشين فيه كشباب، موبايلات ماسكينها، في اغاني ونماشين بقى اكن جو كده. روح اشتري لك سماعه وحطها في ودنك واسمع زي ما انت عايز. بلاش تتمنظر ان يبقى في بنات موجوده والمفروض تقوم للكبير او تقوم للست اللي معاها طفله وتروح قايم للبنت. بلاش الحاجات دي. اتقوا ربنا واعرفوا ان اللي انت هتعمله هيتعمل قدام.
حط ده في دماغكم كويس جدا. بكره مفيش شباب على الهوا، مش هيبقى في الحلقه هوا، هيبقى حلقه معاده بكره ان شاء الله. الحلقه معاده الخميس لان اعذرونا عشان الامتحانات ودعواتكم لينا، وبتمنى يا رب ان ما تنسوش مواعيد البرنامج، وهنعيدها ونكررها هي 3 و4 وخميس وجمعه على الهواء مباشره من الساعه 3 للساعه 4. في النهايه بقول لكل الشباب سلام يا شباب. Here we go!